السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في مطبخ اسيل ريتاج. اليوم غادي نقدم لكم طريقه عمل صابلي بيرسوناليزي اللي كنت شاركتكم في البلاطو على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبتوا مني الطريقه وحتى المراشم الاثمنه كلشي ان شاء الله غادي تلقاو في هذا الفيديو. تبعوا معنا باش تعرفوا على جميع التفاصيل. هنا بالنسبه للشكل الثاني انا غننزل لكم لي فيديو على مراحل باش يكونوا قصار وفي نفس الوقت تخدموا بهم وقت ما احتاجيتوهم. كنخليو دائما العجينه غليظه. البنات اللي بغاو يخدموا بالمارغرين يخدموا بها، ما كاينش مشكل. غادي ناخذ هنا قطعه ديال بيبرون او رضاعه كيكون غليظ كيف كتلاحظوا، ماشي بحال صابلي اللي تلصقوا جوج. صافي هنا تندخلها طيب على عافيه مهيله من الفوق ومن التحت، وملي تحمر مزيان ويدخلها الطياب كنخرجوها. هنا خديت قطعه ديال الرياقه باللغه العاميه ديال المغاربه، ها هي شفتوا، ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو. هنا خديت البوسيت او العرضه، نوريكم ديالو اللي كيجي على هذا الشكل، سواء خدمنا به او ما خدمناش به. المهم هذه هي القطعه باش كنخدموا. ديما السم كيكون غليظ وندخلهم يطيبوا على عافيه مهيله، يعني نفس العمليه كنخدموا بنفس الطريقه. هنا غناخذوا هذا الموتيف، هذا القطعه هادو راه كاينين بالبلاستيك وكاين ديال هادو اللي بحال هكا في هذا اللون، هذا جايين الانوكس. غندخلهم يطيبوا. انا درت معكم غير حبات باش تعرفوا كيفاش تخدموا. صافي هنا بسطت العجين. غادي ناخذوا قطعه ديالنا اي موتيف بغيتو هنا باش ما تقولوش لا تتفرض علينا. انا ما تنفرضش عليك، انت تاخدي فكره وتتعلمي وصافي. الا كنتي معلمه راكي كتاخدي افكار جديده وصافي. الا جاكم افكار هادو قدام ماشي مشكل. المهم ما علينا، هادشي اللي وجدنا. دابا ندوزو باش نكملو. هنا البنات بسطت العجين الابيض اللي كيجي بحال هكا. غادي ناخذ دابا بوسيت والبيبرون، بوسيت والبيبرون غادي نشتغلوا بها كامله، يعني ماشي غير القطعه، ماشي غير الكتر. غادي ناخذوا ديالها ونجيو لهنا ونضغطوا باش يطراسي لنا الموتيف ديالها بحال هكا. غنعاود نقطع، غندوز القطعه في النشا. صافي كنعاود ونضغط مزيان بهذا الشكل بنفس الطريقه. هانا البنات. وهنا غادي ناخذوا بيبرون رضاعه ونطراسيو ديالها مزيان، كيكون فيها دوك الشريطات ديال الميزور. هنا باش نكملوا البيبرون. هنا غادي ناخذ الراس ديال القطعه، خديت واحد شويه ديال لاباط شوكولا. ممكن انكم ديروا العكس، درتو لتحت غوز، من الفوق يكون بيض، ولا ديروه بالباج ولا اللي بغيتو. هنا ما غاديش نخدم بهاد لابارتي كامله، انا عندي الغرض غير حتى لهنا. شفتوا غير حتى لهنا. غادي نزولوا هذا الراس هذا. كناخذوا الراس ديال القطعه ها هو بهذا الشكل. ناخذ البياس الثانيه صافي وكنحيد العجين، مابقاش عندي غرض بهذا العجين. دابا هنا كناخذوا هاد البيبرون هادي وكنقطعوا هاد الرويس. واضح؟ هذا كنرجعوه للعجين ديالنا، ما غاديش نخدموا به. صافي ها انتم البنات على هاد الشكل. ها انتم فاش كنحطوه قدامنا وحنا خدامين، ها كيفاش كيبان لنا. هنا البنات بسطت العجين الابيض اللي كيجي بحال هكا. غادي ناخذوا دابا بوسيت والبيبرون، بوسيت والبيبرون غادي نشتغلوا بها كامله، يعني ماشي غير القطعه، ماشي غير الكتر. غادي ناخذوا ديالها ونجيو لهنا ونضغطوا
باش يطراسي لنا الموتيف ديالها بحال هكا. غنعاود نقطع، غندوز القطعه في النشا صافي. كنعاود ونضغط مزيان بهذا الشكل بنفس الطريقه. هانا البنات، وهنا غادي ناخذ بيبغون رضاعه ونطراسيو ديالها مزيان. كيكون فيها دوك الشريطات ديال الميزور هنا. باش نكملوا البيبرون هنا غادي ناخذ الراس ديال القطاعه. خديت واحد شويه ديال لاباط شوكولا، ممكن انكم ديروا العكس، درتو لتحت غوز من الفوق يكون بيض، ولا ديروه بالباج ولا اللي بغيتو. هنا ما غاديش نخدم بهاد لابارتي كامله، انا عندي الغرض غير حتى لهنا، شفتوا غير حتى لهنا. غادي نزولوا هذا الراس هذا، كناخذوا الراس ديال القطاعه ها هو بهذا الشكل. ناخذ البياس الثانيه صافي وكنحيد العجين، مابقاش عندي غرض بهذا العجين دابا. هنا كناخذوا هاد البيبرون هادي وكنقطعوا هاد الرويس، واضح؟ هذا كنرجعوه للعجين ديالنا، ما غاديش نخدموا به صافي. ها انتم البنات على هاد الشكل، ها انتم فاش كنحطوه قدامنا وحنا خدامين ها كيفاش كيبان لنا. هنا البنات غادي ندوزو باش نلصقوا دابا الصابلي. ديما ملي نبغيو نلصقوا الصابلي ديالنا كنقلبوه لاباط شوكولا ولا لاباط سكر، كنقلبوه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هادو غادي نخليهم هما التالي. هنا شي مرات ملي تخدموا الصابلي ديالنا تيخرجوا فيه بويبقات بحال هادو، من الاحسن انكم تضربوه بحال هكا. هاد الاسرار ما تلقاوهمش وما تعطيوهمش بزاف هنا البنات. وما غاديش نلصقوه من جهه اخرى، ما غاديش نلصقوه من هنا، فغادي نلصقوه من هنا. هنا كناخذوا التعليكه البنات، انا ما كنلصقش بالناباج ولا الجليكوز، كناخذ التعليكه ديالي وكندهنها، ما ندهنوش بزاف باش ما ينزلش لنا من الجوانب بحال هكا. ومع لاباط مقلوبه كنجي كنحط فوق منها نيشان بهذا الشكل هذا. غادي نزول هذا الشيء اللي طاح هنا وناخذ ديال كما كتشوفوا، ندهنوها مزيان ونحطوها فوق من لاباط تماما ونهزوه. كتجينا سهله بهذا الشكل هذا. هنا كناخذوا هاد اللي صوبنا وكنقلبوهم، راه ما ملصقينش، غير لصقات عليها وصافي بوحدها. ها هي كما شفتوا هذه ما لصقاش. ديما غادي نقلبهم الوجه اللي غيكون في الفوق يجي لتحت. دابا ندوزو الفينيسيون النهائي. بالنسبه لهذا الشكل هذا كناخذ البانسو والملمع وكنلمع غير هاد البلايص اللي واضحين وبارزين من العجين بهذا الشكل هذا شويه باش ما نخرجوش على الاطار بحال هكا، ونحطوهم ينشفوا. ما تاخذوش وقت كبير باش ينشفوا. ها هي هنا البنات ندوزو للبيبرون باش نلمعوا هذا المكان هذا وهذا الجزء. كناخذوا البيبرون ديالنا وبانسو وملمع ذهبي ونتبعوا هذوك الحفيرات وحنا كنلمعوا شويه بشويه بهذا الشكل. كياخذ شويه الوقت هذا الشيء، ولكن ضروري ما نخدموا اي حاجه طلبها الكنيان، شرط اننا نكونوا كنتقنوا الحاجه بهذا الشكل ونخليهم. بالنسبه باش كنكتب الحروف فكناخذ هاد لي زالفابي صغارين كيكون فيهم هاد الرويس هذا كيتركبوا مع بعضياتهم. كنبداو من اليسار لليمين. الفرنسيه بطبيعه الحال، وكاين اللي كيبدا بالعكس بحال هكا
هادو ما تنحتاجو فيهم لا سكه لا والو. غادي نركب لكم الاسم ديال بنتي ريتاج بحال هكا مزيان. ها هي عندنا ريتاج واضحه، الا شفناها بحال هكا قدامنا انا قلبتها، خاصني ندير اي حدا ا حدا ار عفوا، ونجيبو تي ا. ها هي بهذا الشكل هذا صافي واضح. ريتاج. هنا كناخذ ملمع غبره وكندوز فيه الحروف، كنثبتهم في يدي بحال هكا، كنحكهم مزيان في الملمع، نحس بانني حكيتهم في التبصيل، وكنجي كنختار المكان فين غنكتب الحرف وكنضغط واحد شويه باش ما نهرسوش الحبه ديال الصابلي. ها هي كما كتشوفوا غادي نعاود في نفس المكان باش يجيني الملمع واضح، وكنزيد نكمل. هنا غادي نديرها لكم سونطري، انا هنايا درتها جنب. ها هي البنات، هنا خليت هذا الفراغ هذا، نمسح يدي من الملمع باش ما نوسخش يديا. غناخذ سيليكون ونختار منه وحده من الحوايج اللي كيشيروا ان هذا لو تيم راه ديال بيبي شاور ولا. هنا غادي ناخذوا هذا السيليكون هذا ونصوب تقشرات جوارب. غادي نضغط مزيان، هادشي يكون موجد مسبقا البنات، دابا غير كنصور لكم. فملي كنبغيو نخدمو كنوجدوا كل حاجه على اتساع ونغطيوهم مزيان ولا فشي علبه. هنا كناخذ هاد التقشرات كندهنهم بشويه التليكه كما كنقول لكم ديما، ونجيبوهم تحت من الاسم بحال هكا. كناخذ الملمع بانسو يكون رقيق بزاف الميل باش يبان لكم، وكندوزو غير على السيور. نتمنى يكون باين. ها هو ما نخرجوش على الاطار بهذا الشكل البنات صافي. ها هما جوج حبات ديالي هنا واضحين. ندوزو دابا البوسيت او العربه. هنا بالنسبه للتزيين ديال العربه او البوسيت فكناخذوا هاد القطعه، غنعاود نوريها لكم عن نقطع. هاد القطعه اللي كتجي على شكل عجله، هما تيجيو جوج بحال هكا، تيتباعوا عند اللي تيبيعوا لوازم الحلويات. نعاود معكم، فكنقطع هكا ونضغط مزيان باش يطراسي لنا بحال هكا. ولا جاتكم كتلصق غدوزوا المرشم في النشا بحال هكا البنات. ندوز باش نلصقهم. هنا كناخذوا كل عجله وكندهنوا شويه ديال التعليكه شويه ونحطوهم هنا بهذا الشكل. نجيبوهم سونطري الوسط. بالنسبه لهنايا غادي نديروا واحد العقيقه في الذهبي بحال هكا البنات تماما، ونلصق الحبه الاخرى. بغيتو ديروهم بالكحل وتضربوهم بالذهبي ما كاينش مشكل بحال هكا. ونجيو هنا ونديرو ملمع بانسو صغير رقيق. ممكن انكم ايضا زينوا هاد الخطوط هذه، ديما نختاروا بانسو رقيق، وممكن انكم تخليو بلا ملمع، يعني تحافظوا على اللون الوردي